السلام عليكم. أهلا بيكم في قناة فسحة وأكلة تكاوي مع غادة ومنى. كل سنة وانتوا طيبين. القرنبيط ونزل أسعاره حلوة يعني. يعني الواحدة ب10 وفي ب15 وكبيرة قوي ب20. هنعمل قرنبيط النهاردة بطريقة. أنا بعمله يعني بكذا طريقة. ويعني بعمله بلحمة مفرومة صينية، وبعمله بشاميل، وبعمله أقراص، وبنعمله اللي هي الطريقة المعتادة اللي هي الوردات العادية. هنعمله بطريقة كده يبقى مقرمش. ولو انتي مش عايزاه يبقى كده مقرمش، ممكن في ناس بتحب القرنبيط بيبقى طري شوية. بيبقى متحمر بس بيبقى طري. ده احنا هنحط له هنشوف مع بعض الخلطة بتاعته. المكون اللي بيخلي القرنبيط معانا مقرمش هو النشا. فانتي لو انتي بتحبي القرنبيط مش مقرمش، بتحبيه بالطريقة العادية اللي هي بيبقى طري بس متحمر كده، يبقى ايه، هتشيلي النشا منه. هنا غسلنا القرنبيط، قطعناه وغسلناه كويس قوي علشان بيبقى طبعا فيه رملة او حاجة، فلازم بتغسليه كويس قوي. هنجيب بعد كده هنجيب الحلة او الحاجة اللي احنا هنسلق فيها. انا عندي هنا الطبق الألمونيا ده، الحقيقة عشان واسع فبيريحني جدا في سلق الكرنب، وبسلق فيه القرنبيط. بيريحني يعني لانه واسع وكده، فباخد راحتي وانا بقلب الحاجة كده، غير الحلة بتبقى محكومة شوية. فهنحط فيها شوية نص معلقة كمون، ومعلقة صغيرة برضو المية غليت هنحط الوردات بتاعت القرنبيط دي، العنق من تحت علشان هو اللي بياخد سوا اكتر. وبعد كده بنروح مقلبينه. بيبقى الابيض ده من تحت، والعنق بقى من فوق يكون استوى وكده يعني. هو على العموم يعني بياخدش وقت طويل، يعني 3 دقايق تحت، وبعد كده اقلبيه دقيقتين. هنا بقى جبنا الحاجات اللي احنا الخلطة بتاعت القرنبيط. هنا طبقين، هنحط في كل طبق كوباية دقيق كبيرة. هنحط في الطبق اللي هو الأساسي بتاعنا كمون وكزبرة، وهنحط معلقة كبيرة كركم، وهنحط توم، وهنحط ملح. هنحط ملح يعني برضو هنحط معلقة صغيرة. في الطبق التاني هنحط شوية كركم بس صغيرين شوية، شوية ملح صغيرين. هنحط برضو كزبرة، هنحط كمون حبة صغيرين. هنا في الطبق الرئيسي بقى هنحط برضو معلقة بيكنج باودر صغيرة، وهنحط في الطبق التاني معلقة بيكنج باودر برضو صغيرة. هنا بنطلع بقى القرنبيط، خلاص كده استوى الناحية التانية. انا يعني شغالة هنا وهنا يعني. حطيت القرنبيط وبجهز للخلطة بتاعته. يعني مش بقف بقى استنى على ما يستوي وكده وبعد كده اعمل خلطة، لا، علشان ننجز بسرعة. يعني ممكن اعمل كذا حاجة وانا بعمل وانا بطبخ يعني. فهنا حطيت الثوم في اللي هو الطبق بقى اللي هو هيبقى فيه الخلطة الرئيسية بتاعت القرنبيط. حوالي 5 أو 6 فصوص ثوم، بشرتهم ناعم كده. وهنا كبشة خضرة
خضرة بقى، يعني حطيت، أنا بحب أحط الخضرة كاملة، يعني بقدونس على شبت على كزبرة، بتبقى يعني مجموعة كده، باخد منها كبشة كده وبحطها على الخليط بتاعنا، وبزود المية حبة بحبة، يعني مش عايزاه خفيف قوي ولا تقيل قوي، بيبقى معقول كده. ممكن ممكن لو انتي مش عايزة تحطي بيض ممكن يمشي كده، يعني ممكن هيبقى جميل جدا وهيبقى طعمه حلو برضه. لو عايزة تحطي بيض حطي، انا هحط بيضتين كفاية. وممكن لو بيضة واحدة تمشي، يعني مش هتأثر في حاجة، يعني ممكن تعمليه من غير بيض خالص على فكرة ويبقى جميل جدا. هتحطي له شوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود صغيرين للبيض، وهنقلب ونحط القرنبيط في الخليط بتاعنا. وبعدين هنطلع على الطبق التاني اللي فيه دقيق ومعلقة نشا برضو، وفيه شوية ملح وفيه شوية كزبرة صغيرة وشوية كمون صغيرين وحبة ملح برضو، احنا قلنا الملح. يعني زي ما حطيتي في الطبق الاولاني هتحطي في الطبق التاني كل حاجة برضو، بس بكمية اقل شوية. بس هنحط القرنبيط كله في الخلطة اللي احنا عملناها دي، وهناخد بقى واحدة واحدة وهنقليها في الزيت. انا حطيت الزيت في حلة، ما حطيتهاش في طاسة علشان يبقى يعني اقدر ان انا اتحكم في كمية الزيت شوية. يعني جبت حلة صغيرة شوية وحطيت فيها كمية زيت، يعني مش كتيرة أوي مش قليلة أوي، لأن لو حطيت في الطاسة هيبقى هحتاج زيت كتير جدا وههدره، لأن بعد كده مش هينفع يعني تقلي فيه أي حاجة. فأنا حطيت في حلة تيفال صغيرة كده، حطيت نصها، يعني أقل، قصدي ربعها مش نصها، زيت، لأن الباقي طبعا أنا مش هستعمله في أي حاجة، فقلت حرام يعني إن أنا أحط في طاسة والزيت يتهدر معانا. الزيت غالي والحاجة غالية، فلازم إن احنا نحاول نقتصد يعني في كل حاجة. هنا عملنا، طلعنا من الخليط ده على الدقيق، وبعد كده هنقلي. هو ما بياخدش وقت وبيتحمر على طول. هو ساعات بيجي في الكاميرا ان هو فاتح، لكن هو مش فاتح، هو لونه ذهبي وحلو قوي. وكده خلصنا الأكلة بتاعتنا، يعني بمنتهى السهولة وسريعة. اما تعملي حاجة تعمليه يعني بتسلقي القرنبيط، تعملي الخلطة بتاعته على ما يتسلق، فانتي كده ما بياخدش معاكي 10 دقايق وبيخلص. يعني الناس كتيرة يعني تقول ان هو غلبة، بس هو مش غلبة ولا حاجة. هنقعد بقى نحط الكمية التانية وهكذا. هي اصلا يعني قرنبيطة مش كبيرة قوي. وكده خلصناه اهي. هو جاي هنا فاتح، لكن هو في الحقيقة لونه ذهبي وحلو قوي، بس الإضاءة يعني الحقيقة مش مدياله اللون بتاعه الحقيقي. عايزة هنا أنبهكوا بقى حاجة مهمة جدا، لازم تحطي مناديل مطبخ، لأن الزيت، شوفي الزيت قد إيه، وإحنا جسمنا مش ناقص يعني زيوت ودهون وكده. برضو حتى لقلية البطاطس، لقلية السمك، لازم مناديل المطبخ، لأن شوفي يعني قد إيه الزيوت. أتمنى أن أكلنا يعجبكم، وأشوفكم على خير. ما تنسوناش في اللايك، ما تنسوناش في الاشتراك والتعليقات الجميلة بتاعتكم. السلام عليكم.